دايما احنا كبزنس اونر لما نيجي نتعامل مع ديزاينر بنبقى عايزين احلى حاجه في الدنيا. فيجي الديزاينر يا عيني يتعب ويقعد يوم واتنين ويقعد فتره ياخد وقته، بعدين يطلع لي بديزاين انا احس ان هو مش حلو. طب هو مش حلو ليه؟ انا مش فاهم. طب انا عايز ايه من الديزاينر؟ انا مش عارف اقول له، بس انا شايف اللي قدامي ده مش حلو. عارفين انتوا اللقطه دي؟ انتوا كماركتيرز لما تيجوا تتعاملوا مع ديزاينر ما بنبقاش عارفين نوجهه التوجيه الصح، ما بنبقاش عارفين نقول له طب اعمل ده ما تعملش ده، طب اعمل ده عشان واحد اتنين تلاتة. فلغة التواصل ما بيني وما بين الديزاينر بتبقى مفقودة. فسواء انا هعمل الديزاين بايدي او هوجه الديزاينر عشان ينفذ الفكرة اللي في دماغي، بيبقى الموضوع صعب شوية. فالسيشن بتاعتنا النهارده هتبقى بتظبط الحتة دي، بنفهم اصلا يعني ايه الوان، يعني ايه استخدم الخطوط ازاي، ايه القواعد الاساسيه في التصميم، ايه القواعد الاساسيه في العالم ده ككل. بس هبقى انا يعني باخد القواعد الاساسيه اللي تخليني امشي شغلي بشكل مظبوط، وعارف اتواصل مع ديزاين بس مش اكتر. حلو. وعارف لما اعمل كونتنت فيجوال مظبوط اعمله مظبوط ازاي. طيب، احنا ليه مهم اصلا نفكر في موضوع الفيجوالز ده؟ ببساطه لانه 10% من الناس بتفتكر الحاجات اللي بتسمعها، 20% بيفتكروا الحاجات اللي بيقروها، 80% بيفتكروا الحاجات اللي بيشوفوها. فانت لو عايز الناس تفتكرك وتفضل معلق في دماغهم، دايما اديهم حاجه يشوفوها. يشوفوها دي يعني فيجوال، فيجوال ده يعني صوره او فيديو. قال لك انه الفيجوالز بتحرك اتخاذ القرار والتفاعل عند العميل بنسبة 55%. انه يريتويت، يعمل اعادة تويت، اللي هو الناس اللي بتعمل شير للتويتس على اكس، على منصة تويتر. ففي 18% بيشيروا الكونتنت التكست، و55% بيشيروا الحاجة اللي فيها فيجوال، اللي فيها صور. قال لك كمان انه في 90% من المعلومات اللي عقلنا بيستوعبها بس عشان هي فيجوال. يعني انتوا قادرين تستوعبوا الشكل اللي قدامنا ده، وقادرين تعرفوا ان في 90% هفتكره بس بسبب ان انا شفت فيجوال، بسبب ان هو حطهولي هنا في انفوجرافيك بيسهل لي المعلومه، بيخليها بشكل فيجوال عارف اقراه. قال لك انه في 10% من الناس بتفتكر المعلومات اللي بيسمعوها، 65% على الاقل بيقدروا يعملوا بيرنج، يعني يسنكوا يوازنوا ما بين الكونتنت اللي بيشوفوه ما بين الفكره اللي انت عايزها عن طريق الفيجوال، ما بين ده وده. طيب، ليه بقى احنا ماركتيرز مهم ان احنا برضو نركز على الفيجوالز؟ احنا بقى كماركتيرز مش كبشر عموما. اولا لانه بيزود لي 47% نسبه السي تي ار، كليك ثرو ريت. نسبه الناس اللي بتضغط كليك بمجرد ما تشوف الكونتنت اللي انا عامل له شير على السوشيال ميديا بتزيد بنسبه 47% لما بشير كونتنت حلو، لما بشير فيجوال حلو. الفيجوال وتحديدا الفيديو قادر يزود نسبه الكونفرجن بنسبه 80%. الكونفرجن ريت نسبة التحويل. نسبة التحويل دي بقولها لما بتنقل من مرحلة لمرحلة. فاحنا الفانل بتاعتنا فيها ترافيك اتحول لليد، فالكونفرجن ريت زاد بنسبة 80% لما شاف فيديو. الليدز اتحول لسيلز بنسبة 80% لما شاف فيديو، وهكذا. فالكونفرجن ريت هو نسبة التحويل اللي انا بقولها لما بتنقل من اي مرحلة لمرحلة بعدها. طيب، فقال لك عشان يعني لو عندك الكونفرجن ريت واقع، استخدم فيديوز حلوه هتعلي لك النسبه بنسبه 80%. طيب، قال لك في 90% من الفيجوالز الدماغ بيبدا يستوعبها. قال لك انه ال 12% نسبه زياده في الترافيك بتزيد لما بستخدم فيجوال حلو. قال لك انه الناس بتتفاعل وبتشير وبتعمل شير وكومنت وكذا بنسبه 200% اكتر لما بستخدم فيجوال حلو. فدي كلها اسباب تخليني اركز في موضوع الفيجوال، احاول قد ما اقدر اطلع فيجوال لطيف بكواليتي عاليه، حاجه مفهومه الناس تعرف تتعامل وتتفاعل معاه.